بص، لو قلتلك إن في أداة ممكن تغير حياتك حرفيا، أداة تقدر تخليك تشتغل أسرع بمرات وتفكر بطريقة أذكى وتحقق أهدافك أسرع من أي وقت فات، هتصدقني؟ تخيل معايا أنت بتخلص يومك مرهق وتقول يا ريت كان عندي وقت أكتر، تقوم تاني يوم تلاقي الشغل اللي كان واخد منك أيام أو حتى أسابيع اتعمل وأنت نايم. مش بس كده، ده اتعمل بدقة وبطريقة يمكن أحسن من اللي كنت هتعملها بنفسك. يمكن تقول إيه ده، سحر؟ لا، مش سحر ولا خيال، ده واقع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى زي الصديق المخلص او الموظف الخفي اللي شغال 24 ساعة في خدمتك، لكن الفرق انك مش بتدفع له مرتب ولا بياخد اجازة ولا بيشتكي. والحلو في الموضوع انك مش محتاج تكون مبرمج ولا عبقري كمبيوتر عشان تستفيد منه. كل اللي محتاجه انك تعرف ازاي تستخدمه صح وتعرف تطرح عليه الاسئلة الصح، وساعتها هتشوف نتائج عمرك ما كنت تتخيلها. في الفيديو ده هقولك ازاي تخلي الذكاء الاصطناعي يشتغل لصالحك في حياتك اليومية، في شغلك وحتى في قراراتك الشخصية، عشان حياتك نفسها تبقى أسهل أسرع وأذكى. قبل ما أقولك إزاي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لازم نفهم مع بعض هو إيه أصلا. ببساطة تخيل إن عندك عقل إلكتروني ضخم مش بس بيخزن معلومات زي الكمبيوتر العادي، لأ، ده عقل بيقدر يتعلم من نفسه، يفكر، يحلل وياخد قرارات، والأهم إنه بيرد عليك وبيتعامل معاك كأنه بني آدم حقيقي. تخيل كمان إن العقل ده فاكر كل حاجة، بيعرف يربط بين الأفكار وبيفهمك أنت شخصيا مع الوقت، لدرجة إنه ممكن يعرف أسلوبك، طريقتك وحتى تفضيلاتك، ويبدأ يشتغل معاك وكأنكم فريق واحد. وده هو جوهر الذكاء الاصطناعي، مش مجرد برنامج لكنه أداة ذكية بتتطور كل يوم وبتفتح لك أبواب جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. ليه تضيع وقتك في كتابة جداول ومراجعة مواعيد وانت ممكن تخلي الذكاء الاصطناعي يعمل ده عنك في ثواني؟ في ادوات قوية زي نوشن اي اي، شات جي بي تي، وموشن. كل اللي عليك انك تقول لها جدولك وهي هترتبه لك بشكل مثالي وتضيف لك تذكيرات وحتى تحط الاولويات حسب احتياجاتك. تخيل انت طالب وعندك 5 مواد وكل مادة محتاجة مذاكرة ومش عارف تبدأ منين. بدل ما تقعد تضيع ساعتين في التفكير، تكتب له رتب لي جدول المذاكرة يناسب وقتي، عندي 3 ساعات في اليوم وامتحاناتي بعد شهر، وفي ثواني هيديك خطة يومية موزعة بالأيام والساعات، وحتى يقترح لك أوقات راحة بين المذاكرة. ولو أنت موظف ممكن تقول له عندي اجتماع الساعة 10 وعايز أخلص تقريرين قبل نهاية اليوم، رتب لي يومي. هتلاقيه بيعمل لك جدول تفصيلي يحط فيها أوقات الاجتماعات، الشغل العميق، وحتى فترات الراحة عشان تحافظ على إنتاجياتك. الفكرة هنا مش إنك كسول، الفكرة إنك تسيب الشغل الروتيني الممل للذكاء الاصطناعي وتحتفظ بوقتك وطاقة عقلك للحاجات اللي فعلا بتهمك. تخيل كده انك تقدر تتعلم اي مهارة جديدة في نص الوقت اللي كنت محتاجه قبل كده. مش بس كده، ده كمان باسلوب يناسبك انت شخصيا. عايز تتعلم فوتوشوب؟ بدل ما تضيع وقتك في البحث عن كورسات ومش عارف تبدأ منين، تروح تقول للذكاء الاصطناعي اعمل لي خطة تعلم فوتوشوب لمدة 30 يوم مع تمارين عملية ومصادر فيديو مجانية. هيبدأ يديك خطة يوم بيوم، يحدد لك ايه تتعلم في كل مرة، ويحط لك روابط الفيديوهات او المقالات، وحتى يقترح لك مشاريع صغيرة تطبق عليها. ولو نفسك تتعلم لغة جديدة زي الإنجليزي أو الأسباني، تقول له علمني الإنجليزي بأسلوب حواري واديني جمل استخدمها في حياتي اليومية. هيبقى كأنه مدرس خاص معاك 24 ساعة، يسألك، يصحح لك الأخطاء، ويشرح لك المعاني بطريقة بسيطة. حتى المهارات اللي محتاجة تدريب عملي زي التصوير، البرمجة أو المونتاج، الذكاء الاصطناعي ممكن يبني لك خطة فيها تمارين عملية وتحديات تحفزك، ويحط لك تقييم أسبوع عشان تعرف أنت بتتقدم ولا لأ. يعني بدل ما تتشتت بين مئات المصادر، هو بيرسم لك طريق مختصر واضح وسهل تمشي عليه، وده يخليك توصل لهدفك أسرع بكتير. سواء انت موظف في شركة فريلانسر بتشتغل من البيت او حتى صاحب بيزنس، الذكاء الاصطناعي يقدر يكون مساعدك، الشخص اللي بيشتغل معاك طول اليوم من غير ما يتعب. محتاج تعمل بحث عن موضوع معين، بدل ما تفتح 20 موقع وتقعد تجمع معلومات، تقول له هات لي ملخص لأحداث الإحصائيات عن سوق العقارات في مصر. في ثواني هيجمع لك البيانات من مصادر موثوقة ويقدمها لك بشكل مرتب وواضح. بتكتب ايميلات للعملاء والشركاء، ممكن تقول له اكتب لي ايميل احترافي لعميل عن عرض خاص ينتهي الاسبوع الجاي. هيطلع لك نص احترافي بافكار جذابه، وحتى ممكن يقترح لك عنوان ايميل يزود نسبه الفتح. ولو شغلك محتاج تصميم زي اعلانات او بوستات للسوشيال ميديا، تكتب له الفكره وهو هيقترح لك نصوص وصور او حتى كود برومبت جاهز تستخدمه مع ادوات زي ميد جورني عشان يطلع لك صوره احترافيه. مثال عملي، انت بتبيع منتج جديد وعايز تعمل له اعلان، تقول له اكتب لي نص اعلان لمنتج كذا باسلوب شبابي واقترح لي افكار صور وفيديوهات. هيديك سيناريوهات جاهزه، افكار، زوايا تصوير، وحتى نصوص
مناسبة للفيديو او البوست. الفكرة هنا انك بدل ما تضيع وقتك في المهام الصغيرة تخلي الذكاء الاصطناعي يشيل الحمل ده عنك، وتفضل انت مركز على الابداع واتخاذ القرارات المهمة. الذكاء الاصطناعي مش بس أداة شغل أو تنظيم وقت، ده كمان شريك إبداعي يقدر يخليك تنتج أفكار وابتكارات عمرك ما كنت هتوصل لها لوحدك. لو بتحب الكتابة ممكن تستخدمه عشان يساعدك تبني قصة، يطور شخصيات روايتك، أو حتى يقترح لك نهاية غير متوقعة. في كتاب عالميين بدأوا يعتمدوا عليه كمصدر إلهام لما يحسوا إنهم واقفين ومش قادرين يكملوا. ولو أنت فنان أو بتحب الرسم والتصميم، فيها أدوات زي ميد جورني تقدر تحول أي فكرة في دماغك لصورة أو لوحة فنية احترافية خلال ثواني. وفي فنانين بيستخدموا الذكاء الاصطناعي مش عشان يرسم بدلهم، لكن عشان يفتح لهم أفكار جديدة ما كانتش على بالهم. حتى لو مش فنان، الإبداع مش مقتصر على الفن، ممكن تستخدمه في حياتك اليومية، زي ابتكار أفكار جديدة لمشاريعك، تصميم شعار مميز لبزنسك، كتابة محتوى مميز للسوشيال ميديا، إنشاء أفكار لهدايا مبتكرة لأصحابك أو لعيلتك. تخيل مثلا إنك صاحب مشروع صغير وعايز تعمل حملة تسويقية، تقول له اقترح لي 5 أفكار تسويقية مبتكرة لمنتج كذا بأسلوب يخلي الناس تتكلم عنه. هيديك أفكار من خارج الصندوق ممكن تغير شكل شغلك بالكامل. الذكاء الاصطناعي هنا مش بيقلل من إبداعك، بالعكس هو بيضاعفه وبيفتح لك طرق جديدة للتفكير ما كانتش متاحة قبل كده. كلنا بنمر بلحظات بنقف فيها محتارين، اشتري المنتج ده ولا لأ، ابدأ بالمشروع ده ولا اركز على حاجة تانية، اسافر دلوقتي ولا استنى. الذكاء الاصطناعي هنا بيكون زي المستشار الشخصي بتاعك، تقدر تعرض عليه اي موقف وهو هيحلله لك خطوة خطوة، ويحط لك قائمة واضحة بالمميزات والعيوب لكل اختيار. مثلا انت محتار بين لابتوبين، تقول له قارن بين اللابتوب اي ولابتوب بي من حيث الاداء والسعر وعمر البطارية، واديني ترشيح يناسب استخدامي في التصميم. في ثواني هيديك مقارنة منظمة ويوضح لك الأنسب بناء على احتياجاتك. أو لو بتفكر تبدأ مشروع جديد، تقول له حلل لي فكرة مشروع كذا وقول لي المخاطر المحتملة والفرص اللي ممكن استفيد منها. هيديك تحليل شامل يخليك تبص على الصورة الكاملة بدل ما تركز على نقطة واحدة بس. طبعا القرار النهائي بيكون ليك انت، لأن في النهاية مفيش حد يعرف ظروفك ولا أولوياتك زيك، لكن ال AI بيختصر لك وقت التفكير ويخليك تاخد قرار مبني على بيانات وتحليل، مش على عشوائية أو إحساس لحظي. وده بيخليك دائما سابق بخطوة، لأنك بتاخد قرارات أسرع وأدق وبأقل ضغط ممكن. حتى في الأوقات اللي بتحس فيها بالإحباط أو لما تحس إنك واقف مكانك ومش قادر تكمل، الذكاء الاصطناعي ممكن يلعب دور المدرب الشخصي اللي بيقف جنبك ويشجعك ترجع للطريق الصح. ممكن ببساطة تكتب له حفزني، أنا حاسس إني فقدت الحماس للشغل، فتلاقيه بيرد عليك بكلمات قوية، جمل ملهمة، وخطط بسيطة تعيدك للطريق وتخليك تشوف هدفك من زاوية جديدة. لو عندك هدف كبير زي إنك تخلص كورس أو تنزل وزنك أو تبدأ مشروع، ممكن تقول له اديني خطة تحفيزية لمدة أسبوع مع مهام صغيرة يومية وأقوال تشجيعية. هيديك جدول واضح، وفي كل يوم يضيف لك رسالة تشجيعية تخليك تحس إنك مش لوحدك في الرحلة. في ناس حتى بتستخدمه كشريك تحدي، يعني كل يوم يكتبوا له انجازاتهم الصغيره وهو يشجعهم ويقترح لهم خطوات لليوم اللي بعده. الجميل في الموضوع انك مش بتاخد تحفيز عشوائي، لا ده بيكون مخصص ليك انت حسب اسلوبك وطريقتك واهدافك، عشان كل كلمه تحس بيها وتلمسك فعلا. وده بيخليك دايما في حاله استعداد حتى لو الدنيا وقفت في وشك. بص يا صاحبي، الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد مكانك ولا عشان يحولك لكسول، هو جاي يكون شريك ويساعدك تبقى نسخة أقوى وأذكى من نفسك. لكن زي أي أداة قيمتها الحقيقية بتظهر في إيد اللي يعرف يستخدمها صح. لو سبتها على جنب وما جربتش عمرك ما هتحس بالفرق، لكن لو من بكرة اخترت حاجة واحدة في حياتك أيا كانت، شغلك، مذاكرتك، تنظيم وقتك، أو حتى تحفيزك، وخليت الذكاء الاصطناعي يساعدك فيها، ساعتها هتبدأ تشوف التغيير قدام عينيك. ابدأ صغير خطوة خطوة، ومع الوقت هتكتشف انك بقيت اسرع، اذكى، ومنظم اكتر من اي وقت فات. ولو الفيديو ده فعلا فادك او فتح لك فكرة جديدة، اعمل لايك، اشترك في القناة، وشارك الفيديو مع اي حد تعرفه ومحتاج يسمع الكلام ده. يلا بينا نبدأ نستخدم دماغنا ودماغ الذكاء الاصطناعي سوا عشان نبدأ نصنع مستقبلنا بإيدنا.